السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب ثالثة ثانوي عاملين يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذن الله هنشرح الكوزيتيف اللي هي الجملة السببية. طيب يعني ايه الجملة السببية الأول؟ الجملة السببية دي اللي هي يعني أنت بتوكل حد إنه يعمل حاجة، يعني مثلا عايز أقول لك إيه؟ أنا بخلي أمي تطبخ ولا تطبخ؟ هتقول أنا بخلي أمي تطبخ، صح؟ أنا بخلي علي مثلا يساعدني، أنا بخلي الراجل الميكانيكي يصلح العربية، صح كده؟ طب أنا هتكلم أو هجيب الكلام ده كله إزاي؟ قال لك بص، أنا عندي تو فيربس أساسيين، في فعلين أساسيين عندي، اللي هو مين؟ have or get. تمام؟ طب أنا هجيب الكلام إزاي؟ بص يا معلم. أول حاجة طبعا عندي رقم واحد، هنحط هنا السبجكت اللي هو مين؟ الفاعل. بعد كده هتحط لي هنا الفيرب اللي هو مين؟ have اهو. بعد كده هتحط هنا مين؟ هتحط الاوبجكت اللي هو مين بقى؟ المفعول اللي انت هتخليه يعمل الحاجه، بس بشرط لازم الاوبجكت ده المفعول ده يكون هو اللي بيعمل الفعل اهو اللي بعده، يعني هو اللي هيكون بيعمل الفعل اللي بقى اهو اللي بعده. عارف ساعتها انا هحط ايه؟ ساعتها هنحط انفينيتيف. يعني ايه يا مستر؟ يعني مصدر فقط بدون اي اضافات. فور اكزامبل تعالى بص اهو، هاجي اقول لك هنا ايه؟ انا اي هاف، انا بخلي، تمام؟ علي، انا بخلي علي يطبخ ولا يطبخ؟ يبقى يطبخ. ياكل ولا يتاكل؟ ياكل. انا بخلي الميكانيكي يصلح، يبقى ساعتها اقول لك اي هاف علي، طبعا هنا كوك على طول. بس ادي اول واحده. خلي بالك ممكن ما تلاقيش هاف، ممكن تلاقي صفاتها زي مين؟ زي هاز، زي هاد، خلاص اهو، زي will have، اي تصريف. يعني ايه I will have علي cook وهكذا. طيب عارف have دي؟ ادي اول واحده. قال لك ليها اخوات، ليها 2 اخوات. مين اخواتها؟ انا ممكن اشيل have واحط مكانها كلمه اسمها make، بس نفس القاعده بالظبط بتصريفاتها برضو. ممكن اشيل make واحط let بس، يبقى have make let. تاني يلا have make let مفعول زائد المصدر، بس خلصت. تمام؟ ادي اول واحده. طيب تاني واحده قال لي عندي هنا، هقوم جاي اعمل ايه يا مستر؟ هتحط لي هنا السبجكت برضو الفاعل. بعد كده المره دي مش هحط هاف، امال ايه يا مستر؟ جت اهو. وبعد كده هنحط برضو الاوبجكت اللي هو مين؟ المفعول اهو. ونفس الشرط اللي هو هنا ده هو اللي بيعمل الفعل اللي بعده اهو. تعال ناخدها برضو بالبلو بتاعنا اهو، يبقى هو اللي بيعمل الفعل اللي بعده. ساعتها عارف هتحط ايه؟ هتحط هنا تو بلس الانفينيتيف، مش مصدر بس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بص اهو، هاجي اقول لك هنا اي جيت علي، برضو انا بخلي علي ياكل ولا يتاكل؟ ياكل. يطبخ ولا يطبخ؟ يطبخ. يبقى تو مع جيت هتحط لي هنا تو كوك. بس يا معلم، في حاجه صعبه في كده؟ جميل. ممكن اشيل جيت واحط مكانها، طبعا هي بتصريفاتها جت ماضي ويل جيت وهكذا. ممكن تحط لي ايه بقى مكان جيت؟ اسك اهو. I asked علي to cook. ask allow، تمام؟ permit، want، persuade، تمام؟ وforce. ارجع للجرامر بتاع يونت 5 هتلاقي بقيه الكلمات دي اللي هي بعدها المفعول تو المصدر هي نفس الكلمات دي. بس كده. في حاجه صعبه؟ تمام؟ يعني I asked علي to cook، I allow علي to cook وهكذا. النقطه الثالثه بقى اللي هي ايه؟ النقطة الثالثة دي هتحط السبجكت الفاعل، وهنا المرة دي هتحط اما هاف او جيت، الاثنين يا مستر الاثنين. وبعد ما تحط هاف وجيت هتحط الاوبجكت المفعول اهو. لكن المفعول هنا مش هو اللي بيعمل الفعل اللي بعده، خلاص؟ امال اللي بيحصل؟ الفعل اللي بعده بيتعمل فيه، الفعل اللي بعده بيتعمل فيه. مش فاهم حاجه يا مستر؟ يعني تعالى كده بص، انا بخلي الاكل يطبخ ولا يتطبخ؟ يتطبخ. انا بخلي الواجب يتعمل. فهمت الفكره؟ ساعتها انا هعمل ايه؟ هحط هنا بي بي تصريف ثالث، وساعتها هنا انا اسميه بقى باسيف مجهول. بس دي معلوم دي معلوم، خلاص؟ فانا اقول لك ايه بقى؟ هاف او جيت مفعول، بي بي مجهول. طب يا مستر هل اخواتهم موجودين هنا؟ لا، الحاله الثالثه ما تحطش اخواتهم، لا نضع الحالة الثالثة، خلاص؟ أو في الحالة الثالثة دي اللي إيه؟ مجهول،
تحطش اخواتهم، لا اسك ولا لا ولا بيرميت ولا وانت برسويد ولا ليت ولا ميك. يعني ايه؟ يعني بص اهو هنا يقول لك ايه؟ I have او had the food. انا بخلي الايه؟ الاكل ماله؟ يطبخ ولا يتطبخ؟ يتطبخ، هتبقى cooked بس. تمام؟ ممكن اشيل have واحط get، صح، I get the food cooked بس كده. هل ينفع احط ask؟ لا. allow permit؟ لا. يبقى اخواته ما يجوش في المجهول. ادي النقطة الأولى. طيب عندي نقطتين عشان ما ننساش، احنا لسه قايلين ميك بعدها المفعول زائد المصدر، صح؟ لكن تعالى بص، انا ممكن احط لك في ميك اهو لها قاعدتين عندي، ادي واحد، حط السبجكت الفاعل، بعد كده احط كلمة ميك مثلا اهي. خلاص؟ بعد ميك هقوم جاي حاطط ايه؟ هقوم جاي حاطط اوبجكت يعني المفعول. بعد المفعول هتحط حاجة من اتنين، اما انفينيتيف ودي اللي احنا قلناها المصدر، او هتحط لي adjective. يعني ايه بقى adjective؟ يعني صفة. بمعنى هاجي اقول لك اهو I make علي، انا بخلي علي، يبقى مثلا study، صح. انا بخلي علي مبسوط، يبقى happy وليس happiness، صفة بس. ادي اول واحدة. جميل. قال لك لكن بص الجملة الثانية دي، انا هاجي اقول لك هنا ايه اهو. لقيت هنا ايه؟ لو لقيت هنا علي was made نقط، ايه اللي حصل؟ الفيرب ميد طلع معاك مجهول. يعني ايه يا مستر؟ يعني انت لو لقيت الفيرب ميد ده قبله am او is او are او was او were او has او have او had بس معاهم been او اي مودال فيرب فعل ناقص زي will be can be وهكذا او will have been زائد كل دول هيجي بعديهم يا مستر، كل دول هيجي بعديهم made، وهتلاقي الدنيا فاضية بعد ميد. ساعتها مش هحط مصدر ولا صفة، امال ايه يا مستر؟ تو الانفينيتيف. يعني ايه؟ علي واز ميد، علي تم جعله. ها يذاكر ولا يتذاكر؟ يذاكر. خلاص؟ علي تم، مش علي اللي بيجعل، لا علي تم جعله. عارف ساعتها انا احط هنا ايه بقى؟ يبقى تو ستادي، تو كوك، تو كذا، وما احطش هنا adjective بس. طيب اخر نقطة، انا عندي verb اسمه stop اهو. stop يعني طبعا يتوقف. قال لك بص لو لقيت بعده object مفعول، طبعا احنا عارفين يا جماعة ان الاوبجكت ده بيبقى اسم او ضمير، وضمير المفعول me him her it us you them، خلاص وقلناهم كتير جدا. ساعتها احط ايه؟ حاجة من اتنين، اما هتحط from plus ing او الفيرب ing على طول، وهنا معناها يمنع او يوقف حاجه. يعني اقول لك هنا ايه اهو I stopped. تمام؟ مثلا إيه ساره، انا وقفت ساره، ان هي او her او him او them، اي ضمير مفعول بقى مش فارق معايا. خلاص اهو كده اللي يحصل from going من الذهاب او going على طول بس يا سيدي. خلاص كده احنا خلصنا الدرس يونت 6 الكوزيتيف. يلا بقى ندخل بقى كده على الحل. ركز بقى معايا كده بالله عليك، الكلام سهل وجميل. بص يا سيدي، my parents always make me مفعول زائد المصدر يبقى على طول do بس. خلاص اللي بعده. بعد كده عندنا the rain didn't stop اهو، مش هنقول stop مفعول ing from ing، يبقى كده انا هاخد from ing from enjoying بس. اللي بعده I not my hair cut yesterday، جمله ماضي صح؟ يبقى اذا have دي غلط. تمام؟ ده ماضي بسيط يبقى هاد غلط. تمام؟ ده ماضي بسيط يبقى هاد غلط، يبقى هاد بس اهو. تمام؟ هيعتمد بقى على الازمنه. طيب we're going to have our new shower، احنا هنخلي النيو شاور بتاعنا يتركب، يبقى طبعا have مفعول، الشاور الدش هيركب ولا هيتم تركيبه؟ هيتم تركيبه، يبقى بي بي مجهول، يبقى installed بس. ما تنساش بقى have مفعول زائد المصدر، get مفعول to المصدر، have او get مفعول، بي مجهول. طب my friend allow مفعول to المصدر على طول. تمام اهو to borrow. خلاص بس هقول لك معلومه جميله، عارف الفيرب allow لو ما لقيتش بعده مفعول حط ing تاني اهو allow، لو ما فيش بعده اي حاجه حط فيرب ing، ودي قلناها اصلا في يونت 5. خلاص طيب بعد كده we will get the carpenter، احنا هنخلي النجار يبقى يصلح، يبقى get مفعول to المصدر بس اهو. خلي طبعا carpenter يعني نجار. هنا not new curtains made lately، lately دي مضارع تام، وده اصلا كده تعال نصغر سيكا ماشي، ده كده سؤال اهو، ده كده سؤال. طالما مضارع تام سؤال يبقى اوتوماتيك الاولى تنفع؟ لا.
ده مضارع تام هاز وهاف بلس بي بي، يبقى دي كده غلط، وهاز هي دي غلط، فهتبقى هاز هي هاد بس present perfect. اللي بعده بعد كده عندي هنا my neighbors are having اهو are having their windows changed. هنا بيقول لك جيراني بيخلوا الشبابيك بتاعتهم تتغير. معناهم بقى مش انا قلت لك دي كده الجمله الموكوله، هل هم اللي بيعملوا؟ لا، ده في حد تاني اللي بيعمل. اذا طبعا they do it themselves لا، او themselves غلط. تمام. someone is doing it for them ماشي ممكن تمشي معايا. هنا طبعا they don't لا، هتبقى be. خلاص بالاستبعاد. طبعا هنا بيقول لك ايه؟ ان شبابيكهم مكسوره، ما فيش الكلام ده. they don't have windows، ما عندهمش شبابيك اصلا، لا غلط. اللي بعده ميد مفعول زائد المصدر على طول اهو، يبقى طبعا هنا رايت بس ميد مفعول زائد المصدر مفيش غير. I had my friend انا خليت صاحبي يسوق ولا يتسقني؟ يبقى طبعا يسوق، يبقى هاد الفعل بتاعك الاساسي هاف، يبقى هاد مفعول زائد المصدر يبقى درايف بس خلاص، اللي هو يوصلني هنا معناه يوصلني يعني. طب هو خلى مراته his wife، او طبعا his wife got him مراته خلته ان هو يبقى طبعا not wasting، يبقى طبعا got مفعول to المصدر يبقى to stop بس خلاص، يبقى هو يتوقف. تمام. we always decorate our house احنا بنخلي احنا دايما decorate احنا اللي بنديكوريت يعني احنا اللي بنزين. خلاص احنا دايما بنزين البيت بتاعنا، ده معناه مين اللي بيزين؟ احنا اللي بنزين بنفسنا. يبقى someone decorates it for us لا، ما احنا اللي بنعمل it's not decorated لا، we decorated ourselves فهتبقى سي بس، ما احنا اللي بنعمل، دي مش جمله موكوله، دي الجمله العاديه. طيب I can let مفعول زائد المصدر يبقى have بس خلاص. اللي بعد let مفعول زائد المصدر. بعد كده عندي I not a plumber، طبعا plumber اللي هو السباك، to المصدر انا عندي to المصدر. هنا have تنفع؟ لا، ده have محتاجه مصدر. هنا had تنفع؟ لا، ده محتاجه مصدر. need مصدر يبقى هتبقى got بس خلاص. اللي بعد some people seem to let مفعول زائد المصدر يبقى طبعا هنا هتبقى do let مفعول زائد المصدر let مفعول زائد المصدر. طب you should have your visa، طبعا should have ادي have والمفعول خلاص، والفيزا دي الفيزا هتمد ولا هيتم امدادها؟ هيتم امدادها. تمام. فانا عايزها مجهول فهتبقى تصريف ثالث بي بي مجهول يبقى extended بس. فهمت الفكره؟ اللي بعدها would you approve if I had this had this article يبقى had مفعول، والارتكل يعني المقال هيخلي المقال يتنسخ يبقى طبعا بي بي. بلاش حد ياخد بن غلط، انا قلت لك بي بي مجهول على طول يبقى copied. اللي بعدها الانترنت هاز ستوب مفعول اي ان جي او فروم اي ان جي يبقى فروم توكينج بس ستوب مفعول اي ان جي او فروم اي ان جي. طيب بعد كده my parents always not me do انا عندي فعل في المصدر get لا to المصدر، allow مفعول to المصدر، persuade مفعول to المصدر. تمام. فهتبقى make بس make او have او let. I have got technician انا بخلي التكنيشن يبقى اللي هيحصل؟ يبقى اشوف هاف جت مضارع تام بعدها مفعول يبقى هو اللي هيصلح او هيفحص يبقى تو تشيك بس. اللي بعدها هنا بعد كده بيقول لك Sam's parents should not him study because طبعا هنا Sam's parents should not him study انا عندي الفعل في المصدر، طالما مصدر يبقى get غلط allow غلط. طب ليت ولا ميك؟ ما الاثنين صح يا مستر بعدهم مصدر. احنا قلنا من شويه الواد سامي ده بيجيب درجات زي الزفت، يبقى والديه لازم ان هم يخلوه يذاكر بمزاجه غصب عنه، ده اجبار. احنا قلنا ايه؟ بص ميك للاجبار خلاص قلناها من شويه ولا ما قلناهاش او انت ما ركزتش فيها اكتبها عندك. دي للفورس اللي هي اجبار، انما كلمه جيت عشان لو انت عارفها يعني تبقى للكونفنس او البرسويد اللي هو الاقناع. يبقى ميك اجبار جيت اقناع، ميك اجبار جيت اقناع بس يا معلم. يبقى طبعا هتبقى ميك بس. فهمت الفكره؟ ليت يعني يسمح برضو يعني بسيبك ايه براحتك. تمام. ليت مفعول زائد المصدر يبقى يوز خلاص. اللي بعده هنا 25 او 20 اور طبعا 24 اور سيس فاير. سيس فاير يعني وقف اطلاق النار لمده 20 ساعه. طبعا allow مفعول تو المصدر يبقى تو ريتش بس على طول. هنا بعد كده I not my house decorated ده في تصريف ثالث. طالما عندي تصريف ثالث تمام ايه اللي هيحصل؟ ايه ده يا مستر؟ طب ما كلهم صح يبقى انا لازم اخد بالي بقى. انا عندي هنا ايه بقى؟ عندي هنا طبعا I not my house decorated last week الجمله ماضي بسيط ماضي بسيط يبقى انا عايز ماضي بسيط. هل هاد دي ماضي بسيط؟ لا ده ماضي تام غلط. have ماضي؟ لا ده have دي مضارع. طب was got؟ طبعا غلط فهتبقى لان دي مجهوله فهتبقى got بس خلاص اللي هو الماضي البسيط، او had بس لو موجوده. هنا got وهاد الاثنين صح. طب I will have انا هخلي الهدوم تغسل ولا تتغسل؟ تتغسل يبقى washed، وتكوي ولا تتكوي؟ تتكوي يبقى washed and ironed يبقى هتبقى B بس
خلاص. طيب وخلي بالك طبعا اند الفعل اللي بعدها الفيرب اللي بعدها بياخد شكل الفيرب اللي قبلها بس يا معلم. اللي بعده are you going to have your shoes polish؟ انت هتخلي جزمك تتلمع؟ قال له لا ده انا هلمعهم بنفسي. يبقى هقول له ايه بقى؟ I will polish. طبعا خلي بالك كلمه الشوز الضمير العائد عليها بيبقى جمع، الضمير العائد عليها بيبقى جمع، اذا هنا طبعا polish it دي غلط، تمام؟ get it دي غلط، تمام كده؟ فانا هخليهم يتلمعوا، يبقى بنفسي، انا اللي هلمعهم بنفسي، يبقى polish them، بس مش هخليهم يتلمعوا، تمام؟ طيب what makes make مفعول زائد المصدر اهو، يبقى طبعا انا عايز هنا كوف وورر، تمام اهو. طبعا لسه ان الفعل اللي بعدها بيجي ايه زي اللي قبلها بس هتبقى سي. which of the following is correctly structured؟ طبعا هنا ايه الجمله الصح؟ allow I allowing في حاجه اسمها allowing غلط، تمام اهو. I allow myself to get ماشي دي كده معايا صح، تمام كده. I allow to على طول لا، انا قلت لك allow ما فيش فعل بعدها يبقى ان جي. طب I allow myself ان جي لا، يبقى هتبقى طبعا بي اهو. I allow مفعول to المصدر بس اللي بعدها. هنا the boss made the employees طبعا stay for another 3 hours after work، ده معناه ان هو اهو، مش انا قلت لك هنا made للاجبار، طب اجبار لسه كاتبه لك مش هتبقى forced، لسه الله كاتبينها من شويه، يبقى made forced على طول اجبار. طب it's high time طبعا انت فاكر الكلام ده، it's time لو بعدها فاعل ومفيش علامه حط ماضي بسيط، يبقى انا عايز past simple، خلي بالك الكلام ده في يونت 1. طبعا ماضي بسيط يبقى هنا we هتبقى had على طول، ده اي ان جي مضارع وتو هاف غلط. اللي بعده I had my car repaired، انا خليت عربيتي تتصلح، ولكن I not my room painted، ولكن يبقى ما خليتش اوضتي تدهن، عشان ولكن طبعا انت عارف كلمه ولكن دي تناقض، يبقى انا عملت حاجه ولكن ما عملتش الحاجه الثانيه، يبقى كده نقول له يبقى هنا طبعا ده انا عندي تصريف ثالث، خلي بالك اذا ميك مستحيل يجي بعدها تصريف ثالث، اخواتهم ما يجوش ايه معاهم البي بي، يبقى ميك غلط. حلو. طب هنا طبعا عايز اقول لك هذا وجت ما الاثنين زي بعض، يبقى دي غلط ودي غلط، فهتبقى didn't get بس خلاص. فهمت الفكره؟ عشان بط لو ما فيش بط دي كان هيبقى بي صح وسي صح ودي صح، بس هنا في تناقض. طيب بعد كده قلت لك ماي فازر هاد باربر طبعا اللي هو الحلاق، كات هيز هير خلى الحلاق يحلق له شعر، يبقى this means that ده معناه ان هو يبقى هل اجبره ولا حلاق يلا اقف يلا حلاق يلا لما ده انت هتحلق لي يعني طبعا غلط، يبقى ايه غلط؟ هي بيرسويد اقنعه حلاق ما تيجي تحلق لي شعر، طبعا لا يبقى غلط، تمام كده. ادفايز حلاق انت لازم تيجي تحلق لي شعري والا حياتك هتبقى وحشه، طبعا غلط مفيش نصيحه هنا، تمام. يبقى ايه اللي حصل؟ هي اسكد هيم تو دو ذات. فهمتوا يا اخوانا؟ هنا طبعا ده كده ده معنى بالمعنى، طبعا اصلا فورسد هيم تو على فكره الجرامر صح، بيرسويدد جرامر صح، ادفايزد جرامر صح، ولكن المعنى هو اللي غلط. فهمت الفكره؟ بس اللي بعده علي هاد سكار وش، علي خلى عربيته تتغسل ذا اذر داي، ده معناه ان ايه بقى؟ هو غسلها بنفسه ولا حد تاني عملها؟ حد تاني اللي عملها، يبقى علي وش سكار هيم سيلف غلط، someone وش علي سكار يبقى دي صح. طب علي سكار از ستيل ديرتي لسه قذره، لا غلط ما هي اتغسلت اصلا. someone والوش حد لسه هيغسلها، ما هو اصلا يعني كده بيخليها تتغسل او اتغسلت، مش اهو هاد ماضي، يبقى طبعا ده مش مستقبل يبقى غلط، فهتبقى بي بس اهو. فهمت الفكره؟ ستوب مفعول اي ان جي او تو او فروم اي ان جي، فروم مصدر لا ما قلتهالكش يبقى اي ان جي، يبقى اي ان جي فروم اي ان جي، يبقى هنا انا ما عنديش فروم اي ان جي يبقى اي ان جي على طول. تيتشرز ات ماي سكول allow دي اللي قلتها لك، allow لو ما جاش حاجه بعدها حط اي ان جي اهو، خلاص مش بيسمحوا بالغش يبقى تشيتنج، تمام. طب لو في مفعول يبقى تو المصدر. فهمت الفكره؟ اللي بعده not your flat clean، ده انا عندي تصريف ثالث، طالما عندي تصريف ثالث خلاص اهو your flat cleaned every week، يبقى انا عايز هنا محتاج مضارع بسيط present simple always usually often sometimes rarely seldom every never occasionally، الكلمات دي كلها علامات البريزنت سمبل وشرحناهم قبل كده. اذا مضارع بسيط did تنفع؟ لا. have you had ده مضارع تام؟ لا. did تنفع؟ لا. يبقى اول واحده بس do you have بس خلاص. اللي بعدها she طبعا she would like، فاكر كلمه would like لازم بعدها to زائد المصدر اهو. طب the dinner prepared ده في تصريف ثالث، يبقى هنا انا عايز to المصدر، اصلا خلاص انا حلتها مفيش الا يبقى to have بس. الكلام ده شوف بقى مرتبط باليونتات اللي فاتت كلها، لازم تراجع اليونتس اللي فاتت كلها. اللي بعده عندي بعد كده اي هاف طبعا فاكر ديفيكولتي اما ان واي ان جي او اي ان جي على طول اهو، ديفيكولتي دي ان بلس الاي ان جي او الاي ان جي على طول كده. انا هعمل ايه؟ انسر صح؟ لا. تو انسر؟ لا. انسر بس؟ لا. يبقى انسرنج بس يا معلم خلاص، اللي هو يجد صعوبه فيه، تمام. التشيلدرن وير ميد لسه قايلها لك والله من شويه، قلت لك الفعل ميد لو بنى المجهول الاطفال تم جعلهم،
ومفيش حاجه بعد ميد يبقى حط تو الانفينيتيف على طول من غير ما تفكر على طول، يبقى هنا هتبقى يبقى to write بس يا معلم. ها فهمت كده؟ طب we weren't not to take، طبعا هنا نفس الفكره we weren't made خلاص ماشي، ولا we weren't allowed photographs inside the place by the security staff، يبقى احنا هنا ما تجعناش ولا ما تمش السماح لينا. ما هو هنا المعنى ما تمش السماح لنا ان احنا نلتقط صور داخل القصر خلاص by the security staff، يبقى طبعا allowed بس. فهمت كده الفكره؟ هنا معنى برضو مش ما تمش جعلنا، لا ما تمش السماح لينا، يبقى هنا allowed. طيب I not my teeth strained، طب ده انا عندي تصريف ثالث ماشي، يبقى هنا دي passive، يبقى طبعا هنا ايه ده يا مستر؟ بص بقى خلي بالك before كده انت هترجع ليونت 2، before جه بعديها ماضي بسيط past simple يبقى قبلها ماضي تام. before بعدها هي وباي ذا تايم بعدها ماضي بسيط قبلها ماضي تام، يبقى انا محتاج ماضي تام يبقى هاد بس خلاص، يبقى هاد. اللي بعده هنا فتحي سكار، عربيه فتحي از ريلي ديرتي، قذره جدا. هي اوت تو، انت عارف ان اوت تو بعدها المصدر صح؟ طب مستر كلهم مصدر. ات كليند تصريف ثالث، طالما تصريف ثالث يبقى انا محتاج هنا اخد ايه؟ يا هاف يا جيت بس. يا جيت يا اما هاف فقط ما تاخدش غيرهم، ومصدر كوست تنفع لا، ميك تنفع لا، ليت تنفع لا، يبقى هاف او لو جيت موجوده هتساوي بس. قلنا في المجهول بتحطي هاف يا جيت، اخواتهم لا. طب هنا مستر علي جات هيز طبعا جات اس تو ستدي ذا ليسون، ذات مينز هي نوت اس. هنا جات قلنا للاقناع، يبقى جات اقناع، ميك اجبار، يبقى طبعا كونفنسد بس ده الاقناع. فهمت كده؟ طيب بعد كده بيقول لك which of the following، اي من الجمله دول مش صح. طب بص اهو انا عايز جمله مش صح، يعني كده كلهم صح ما عدا واحده. he prevented me from، ما هي prevent يعني يمنع، prevent مفعول from و ing، عامله زي stop بالظبط اهو، زي stop بالظبط يبقى صح تمام. طب he stopped me from و ing صح برضه، هي نفس الفكره تمام. طيب طبعا interfering يعني يتدخل في اموره الشخصيه، personal affairs يعني امور شخصيه. طب he stopped me interfering، ما انا قلت لك يا from ing يبقى صح تمام. اذا he stopped me of، لا انا ما قلتلكش، يبقى هي دي اللي انا هاخدها، لان الباقي هو عايز جمله مش صح تمام. يبقى الاولى والثانيه والثالثه صح ما عدا اخر واحده. كده احنا خلصنا الجرامر. اتمنى ان انت يبقى يعني باذن الله يعني تكون فهمت اللي احنا قلناه. انا طبعا بشرح شرح سريع، ولكن طبعا لو انت عايز الشرح بقى واحده واحده هتلاقي اللينكس في الديسكربشن تحت، بتفرج عليه. يلا بينا ندخل على الفوكابس. يلا بقى يا جماعه ندخل على الفوكابس كده سريعا. طبعا ورقك خلاص بقى، احنا قلنا ايه بقى الكلام ده كل فيديو بنقول القلم بتاعك الجميل والورقه بتاعتك الجميله، وركز يلا كده معايا. اول حاجه انا عندي هنا طبعا كلمه من اهم كلمات المنهج كله procrastinate، يعني ايه بقى؟ قال لك يعني يماطل او يسوف، يعني انت تقول ايه انا هعمل الحاجه دي بكره بعده وهكذا، اللي هي ممكن تساوي delay يعني يؤخر او يؤجل، او put off اللي هي برضو يؤجل تمام. فهمت الفكره؟ بس طيب جاء منها دي طبعا دي كده الفيرب اللي هو الفعل، انما عايز الناون procrastination اللي هو ايه بقى؟ اللي هو المماطله او التسويف، يعني باذن الله تيجي تقول ايه اللي هو بتاجل عمل اليوم الى الغد، بس ده البلدي بتاعها. طيب efficiency قلناها قبل كده على فكره، اللي هي اللي بقى الكفاءه، ودي طبعا الناون جايه من كلمه ايه؟ efficient اللي هي كفء او ذات كفاءه، دي كده اسم. هنا effectiveness قلنا يعني بقى فاعليه، effective طبعا effective لوحدها صفه، انما دي كده برضو ناون. فهمت الفكره؟ عندي بقى very يعني يتنوع، ده الفيرب. طب عايز الادجكتيف منها هتبقى اسمها ايه؟ various اللي هو طبعا متنوع، دي كده الادجكتيف اللي هي الصفه. طب عايز النون اسمها الفرايتي اللي هو مين؟ التنوع نفسه، ده كده النون. بس يا سيدي اللي بعد كلمه aim يعني هدف او يهدف، دي بتيجي كفيرب او كنون. طيب بعد كده عندي كلمه الاناليسيز اللي هي بقى التحليل، خلاص اهو التحليل، ودي برضو نون. الفيرب منها اللي هو انالايز اللي هو بيحلل، يبقى ده كده الفيرب بس خلاص. هنا كلمه productive دي من اهم الكلمات وخدناها قبل كده والله، دي adjective، دي منتج يعني او شيء انتاجي او انتاجي. هاجي اقول لك مثلا ده ليه هو بيشتغل كويس، ده هو يبقى هو طبعا منتج، يعني هو شخص منتج، يبقى طبعا هنا دي كده adjective، دي صفه، خلي بالك دي صفه تمام. طب productivity الانتاجيه نفسها، ودي جت في الامتحان السنه اللي فاتت تمام اهو، دي كده الناون الانتاجيه. فهمت الفكره؟ يبقى he is productive، انما he has productivity
يبقى هو بيكون منتج، انما هو بيمتلك انتاجيه. فهمت الفكره؟ بس طيب finding طبعا ده اكتشاف، لو زودت لها اس اللي هي اكتشافات بتساوي discoveries اكتشافات. individual يعني فرد او فردي، ودي عكسها team او team work. تمام؟ طيب assessment اهم كلمات المنهج اللي هي يقيم او يقدر او يحلل. تمام؟ اهو assess وبتساوي طبعا evaluate، خلاص قريبه منها في المعنى. progress يعني طبعا يتقدم او تقدم، وبتاخد الفيرب make اهو make progress. طبعا owl اللي هي ليه بقى؟ اللي هي طبعا البومه. تمام؟ ودي جايه منها night owl اللي هي ليه بقى؟ اللي هو بينام يعني بيبقى ايه؟ بيبقى بينشط بالليل. ها فهمتني كده؟ طيب كلمه delay اهو يؤجل او يؤخر delay. طب at the same time في نفس الوقت at the same time. draw conclusions اللي هو بيعمل استنتاجات او بيستخلص استنتاجات. طبعا كنا عارفين كلمه conclusions دي اللي هي استنتاجات او خاتمه، خواتيم، فاكرها؟ اهو يبقى لها المعنيين استنتاج او خاتمه. come over طبعا يعني بيزور، خلاص بتساوي visit، ده السنه بتاعها visit. effect of او effect on. effect of تاثير ليه، يعني تاثير لكذا. effect on تاثير على، ودي طبعا noun اي اهو دي كده noun، انما بالايه affect ده verb ومالهاش حرف جر. الفيرب اللي هي affect مالهاش حرف جر. طيب belief مش believes، لا beliefs يعني معتقدات، خلي بالك عشان كان جه سؤال عليها برضو قبل كده، معتقدات. طب brainstorming عصف ذهني او اللي هو التفكير، brainstorming يعني تفكير، بيفكر يعني بشكل كويس يعني. كمبيوتر طبعا كمبيوتر يعني اللي هو مسافر يوميا الى العمل، اللي هو بيروح مثلا انا بسافر كل يوم القاهره وبرجع عشان اشتغل هناك وبرجع على طول، يبقى انا كده اسمي بقى كمبيوتر. خلاص؟ طيب كاري اون طبعا يستمر بتساوي جو اون. كاري اون حماده، جو اون حماده او كيب او كيب اون حماده. خلاص اهو ليس او كونتينيو اللي هو يستمر. انما كاري اوت يعني ينفذ، يبقى كاري اون يستمر، كاري اوت ينفذ. كيس طبعا كيس يعني فوضى بتساوي طبعا disorder اهو اللي هي برضو الفوضى. تمام؟ طيب بقى كده discussion طبعا يعني مناقشه. كورتيزول ده اللي هو ايه بقى؟ الهرمون اللي هو بتاع الكورتيزول. تمام؟ ده بيبقى في حاجات بتطخن. طب كلمه disturb يعني بيزعج بتساوي النوي اللي هي بيزعج برضو. تمام؟ اهو drawback مهمه جدا، عقبه، drawback او عيب، يبقى عقبه او عيب عامله زي disadvantage كده. طيب evaluate اهو يقيم evaluate. exactly يعني ايه بقى؟ بالظبط، وطبعا معاها exactly the same as يعني احيانا يعني لو جت معاها يعني بالظبط exactly the same as مفيش فرق، اللي هي بتساوي الصفه as. طيب habit طبعا يعني عاده، ودي عاده فرديه يعني عاده فرد. في عندي كلمه ثانيه اسمها custom دي معناها ايه بقى؟ عاده مجتمع. يعني مثلا واحد بيشرب سجاير يبقى تقول ايه؟ دي اتس هابت. واحد بيصحى الساعه مثلا العصر كل يوم، دي هابت، مش كله بيصحى العصر. انما كلمه كاستم دي عاده مجتمعيه، زي مثلا هيقول لك ايه؟ البرايد اللي هي العروسه بتلبس ابيض يوم فرح، يبقى دي اسمها كاستم. في الجنازات في الفيونرالز بنلبس مثلا اسود، يبقى دي طبعا ايه بقى؟ اللي هي كاستم عاده مجتمع. يبقى دي كده عاده فرديه، انما دي عاده مجتمع. فرق بالله عليك. جريد يعني طبعا تقدير او اختبار او صف دراسه، ده اللي هي الدرجه بتاعت الامتحان الواحد، الجريدز بتاعتك درجات كل امتحان، او صف يقول لك انا في جريد 1 جريد 2 وهكذا. ايه ابسولوتلي طبعا يعني ايه بقى؟ تماما او بالتاكيد. الترناتيف يعني بديل ماشي. ريبليس اللي هو يستبدل. سايكلينج ركوب العجل. سايكلست ده اللي بيركب، ده الشخص اهو، ده كده شخص يعني كده اللي هو السواق بتاع العجله يعني. الدايت طبعا كنا عارفينها، حميه او نظام غذائي، الدايت كلنا عارفينها. طب هنا اير بلاج طبعا اللي هي سداده الودن، اير بلاج سداده الاذن. طبعا ايفيدنس دليل، والكلمه دي لا تعد، مفيش حاجه اسمها ايفيدنسز خلاص. وايفيدنس بتساوي بروف اللي هي برضو برهان او دليل. بروف دي ناون، دي كده ناون، الفيرب منها اسمه بروف اللي هو يثبت او يبرهن. خلاص. فان يعني طبعا معجب او مشجع او مروحه. تمام؟ يبقى المعاني بتاعتها. مصطلح مهم جدا come up with ideas او fresh ideas اللي هو يعني ايه بقى؟ اهو يستنبط او يخرج بافكار جديده حلوه، يبقى come up with ideas. ماشي؟ طب feel my best بيشعر بافضل حاله ليه. performance الاداء، ودي النون جايه من كلمه perform اللي هو يؤدي. effects of stress on اهو تاثير التوتر على effects of
لسه من شويه كلمه effects of اصلا. تمام. sort of type of kind of يعني ايه بقى؟ اللي هي نوع من. هنا طبعا take part in بتساوي share in او participate in، وقلناها قبل كده اللي هي بقى يشارك فيه. take part in اللي هو يشارك فيه. do a session طبعا اللي هي بقى بيعقد جلسه او بيعمل جلسه يعني. تمام. طيب بعد كده بقول لك كلمه error، كنا عارفين error اللي هو غلط او خطا. تمام اهو mistake عامله زي mistake كده. response استجابه، ودي noun. دي ناون. الفيرب منها respond قلناها في الفيديو اللي فات اهو response. significantly اللي هو طبعا بشكل كبير او بشكل بارز او بشكل واضح، ودي طبعا adverb اللي هو ايه بقى؟ حال او ظرف زي happily زي sadly وهكذا. استراتيجي طبعا استراتيجيه مش او اسلوب. reach a conclusion لسه من شويه كلمه conclusion اللي هو ايه بقى؟ استنتاج او استنباط او نهايه او خاتمه، يبقى reach a conclusion تمام او draw a conclusion. interrupt اللي هو بيقاطع او بيعترض على شخص، حد انا بتكلم اهو حد بيقاطعني يبقى كده يبقى he interrupts me. تمام. fail اللي هو بيفشل او بيرسب، والماضي منها failed زود لها ed بس خلاص. طيب impact اللي هو يبقى تاثير او اصطدام تاثير او يؤثر، خلي بالك دي فيرب وناون ومع حرف الجر on اهو impact on اللي هو يؤثر او تاثير. طب involve يتضمن او يشتمل. هنا بقى كده logic طبعا اللي هو المنطق، دي ناون يا جماعه اهو logic يعني المنطق، علم المنطق الناس اللي بتدرسه الادبي. performance اداء لسه انا من شويه متكرره. طيب point يعني ايه بقى؟ راي اهو point يعني رأي او وجهه نظر تمام او نقطه صح. point at يعني يشير الى، point at يشير الى. طيب priority طبعا كلمه مهمه جدا اللي قلنا ايه بقى؟ اولويه. الاولويات بتاعتي مثلا ان انا ايه دلوقتي بشرح بسرعه، دي الاولويه عندي. تمام. بروسيس طبعا قلنا عمليه وقلناها كتير جدا، ودي بتيجي طبعا مع سلسله من العمليات المتتاليه زي ايه؟ قلناها برضو في فيديو يونت 3 عمليه او يونت 2 عمليه البناء الضوئي، ومثلا ايه مايننج بروسيس اللي هي التعدين خلاص. ليرنينج واديوكيشنال بروسيس كل دي مع بروسيس. طيب كواليتي طبعا يعني نوع او جوديه او جوده، نوع او جوده. تمام. كلمه state اللي هو يبقى يعلن او يصرح او حاله او دوله، برضو معناها كمان برضو دوله. يقول لك the state يعني الدوله خلاص. طيب طبعا كيبا دايري انا عندي كلمه دايري وديري. ديري اللي هي المنتجات الالبان، انا مش عايز دي دي زي مثلا يقول لك الديري ميلك تمام اللي هي منتجات الالبان خلاص اهو. انما كيبا دايري دي اللي هي بقى بيكتب يوميات بانتظام، دي اللي هي المفكره واليوميات الدايري. طيب ميك ا ستادي بلان اللي هو بيعد خطه للمذاكره، ميك ا ستادي بلان. اون تايم يعني في الوقت المحدد بالظبط، انما انا عندي ان تايم ده يعني في الوقت المناسب، بدري شويه مثلا او متاخر دقيقتين ثلاثه مش بالظبط، يبقى دي اون تايم. بص افتكرها دايما باون تايم سبورتس خلاص كده اللي هي ايه بالظبط بتيجي في اللي هو ايه بقى الوقت المحدد. ليد تو يعني يؤدي الى، ودي بيجي وراها قلناها في يونت 5 بيجي وراها فيرب اي ان جي او ايه او ناون او اسم خلاص مش مصدر ابدا. طيب طبعا طاف يعني عنيف او شديد او قاسي، عامله زي مثلا قريبه من كلمه هارش برضو اللي هي بقى قاسي او عنيف ماشي، زي مثلا ستريكت اللي هو مثلا صارم او حازم تمام وهكذا. طبعا unpleasant اللي هي بقى غير صار، احنا عارفين كلمه pleasant يعني حاجه ساره، unpleasant غير صار. overall يعني شامل او اجمالي او شامل او بصوره كامله، بتساوي كلمه اسمها جميله جدا اسمها ايه بقى؟ comprehensive اهو comprehensive اللي هي بقى اللي هي طبعا اجمالي او صوره شامله. كلمه reflect يعني يفكر ماليا، ولو معاه حرف جر هيبقى on. reflect on يتامل، هي لها معنى ايه؟ يعكس صح. هنا لها معنى كمان بقى ايه بقى؟ يتامل ويفكر بيتفكر بالراحه، يعني المفروض دي ماليا مش مليئا خلاص اهو مكتوبه اهو ماليا تمام خلاص. طيب بعد كده عندي ريفليكشن ده اللي هو التفكير بقى نفسه تمام او التامل. سيشن قلنا يعني جلسه بتاخد دو. ستريسفول يعني طبعا مجهد مش مجهد، مجهد يعني ستريسد انما ستريسفول يعني مجهد. طيب بعد كده سمرايز يعني بيلخص، بيلخص. تيك بارت لسه انا مش بيشارك تمام. ماسيف يعني هائل او ضخم كبير، بتساوي فيري بيج اهو بتساوي فيري بيج او هيوج او جايجانتيك اللي هو ضخم برضو وهكذا. mentally يعني عقليا او طبعا نفسيا ماشي. valuable يعني قيم او طبعا نفيس حاجه قيمه يعني. بلوج يعني مدونه او يقوم بتدوين. كوتش اللي هو المدرب بتاع الفريق. هرمون اللي هو الهرمون ماشي الهرمونات اللي عندنا. اولمبيك اللي هو اولمبي ودي صفه دي adjective
تمام كده لازم يجي بعدها اسم او مثلا هي صفه. انما اولمبيكس اللي هي الدوره الاولمبيه الالعاب الاولمبيه. ميك ا ديفرنس بيحدث فرق او اختلاف. ميك تاخد ميك ا ديفرنس خلاص اهو ميك ا ديفرنس. طبعا بيلو اللي هي وساده او مخده. براكتس طبعا ممارسه وتدريب ودي كده برضو نون تمام. ريفريشد يعني مسترخى او منتعش حاجه ريفريش يعني. put into practice يعني بيضع موضع التنفيذ بيحطها كايه ان هي تتنفذ يعني. set world records اللي هو بيحقق ارقام قياسيه عالميه اهو world ماشي ريكوردز. take action يتخذ اجراء take action. keep going on اللي هو يبقى يحافظ على التقدم keep on اللي قلناه من شويه keep going on. raise my efficiency بيرفع الكفاءه بتاعتي. pros and cons طبعا اللي هو يبقى مميزات وعيوب. يلا بينا ندخل على الحل. يلا بقى كده ندخل على الحل سريعا يلا. طبعا لازم تحل انت الاول لازم انت هفضل كل فيديو اقول نفس الكلام. المهم بقى بالله عليك حل انت الاول عشان تستفيد. لو انت ما حلتش انت الاول مش هتستفيد حاجه بس. طيب الاجريكالتشرال طبعا كلمه اجريكالتشرال اللي هي الزراعي. طب النقط الزراعيه ما زالت لو باي comparison بالمقارنه with the same ايه بقى period 5 years ago. we need to increase احنا محتاجين بص بقى انا قريت ليه عشان الكلمه دي increase اللي هو يزيد. يبقى هي دلوقتي يبقى الانتاج الزراعي يبقى كلمه انتاج هتبقى productivity بس. طب يعني ايه quality مساواه. طب يعني ايه contribution اللي هي طبعا اللي هي قلنا يبقى مساهمه وamount يعني كميه او حجم. the new manager المدير الجديد of the factory wants to know كان عايز يعرف الاسباب for the note of productivity to be able to solve the problem. في مشكله يبقى هو عايز يعرف ايه بتاعت الانتاجيه الزياده ولا النقصان. النقصان. طب يعني ايه نقصان decline وقلنا طبعا قبل كده decline يعني ايه بقى انخفاض ماشي. lose دي يعني يتفتت او فضفاض. increase يزيد او يزداد. profits يعني ارباح. فهمت الفكره. اللي بعد الكومباني is making الشركه بتعمل not in all aspects it has achieved حققت ارباح كتير يبقى عملت ايه بقى اكيد طبعا progress اللي هو التقدم بس. طبعا produce يعني ينتج مش عايز verb. decline يعني انخفاض هم حققوا اصلا ربح. advanced يعني طبعا هنا متقدم مش التقدم advance بس التقدم يعني progress هتساوي advance من غير الدي. فهمت الفكره. اللي بعد الكوتش will begin meeting with the players هيقابل مع اللعيبه to note their performance in the last round عشان طبعا يعمل ايه بالاداء بتاعهم. يبقى كده هيقيم الاداء بتاعهم في اخر جوله من الدوري. يبقى طبعا يعني يقيم اسس بس اللي هو يقيم. سكور يعني يسجل هدف في ماتش. اتشيف يحقق. هيلب يساعد بس. يبقى هو هيقيم الاداء. بعد كده بيقول لك the government should try الحكومه لازم تحاول to not awareness طبعا كلمه awareness اللي هو الوعي تمام of people بتاع الناس about the dangers عن المخاطر بتاعت الكورونا فيروس. الكثير من الناس طبعا فقدوا حياتهم. يبقى لازم يعملوا ايه في الوعي هيزودوا الوعي. طب يعني يزيد الوعي raise بس. reduce يعني يقلل تمام قلناها. وطبعا مش تقليل اسمها reduction. طب هنا decline يعني ينخفض او انخفاض او يقل برضه. save يعني يوفر او ينقص فهتبقى raise. اللي بعد بيقول لك my wife مراتي is so nervous عصبيه قوي that she can not a fight بتقدر تطلع خناقه من لا شيء. يبقى بتخلق خناقه من لا حاجه. يعني ايه يخلق يبقى create. most people avoid كل شخص يبقى بيتجنبها ماشي بعيد عن الولايه دي فهتبقى طبعا create. بعد كده بيقول لك هنا الحكومه should not on job creating program to reduce عشان تقلل المفروض هنا unemployment اهو اللي هي البطاله. employment غلطه من عندنا احنا. فهنا طبعا تبقى ايه الحكومه لازم ان هي انا عندي on بص اولا هنا should ما يجيش بعدها interest. ليه؟ اولا interested ثانيا interest دي اسم فطبعا غلط. مفيش حاجه اسمها should بيجي بعدها اسم يبقى غلط اهو. care قلناها الفيديو اللي فات care for او care about اهو يا معلم. و take care of يبقى دي غلط. طب focus on يبقى هي دي معايا. طب look after on لا يعتني بيه في مش لا طبعا فهتبقى ايه focus on اللي هي concentrate on. there are different not in the English course you should يبقى هناك طبعا مستويات مختلفة في الكورس بتاع الانجليش. you should choose لازم تختار اللي بيناسبك suits you فطبعا هتبقى ايه levels خلاص. طيب هنا couples يعني نسخ. layers يعني طبقات ماشي ودي غلط. lawyers يعني محاميين وعارفينها كلنا. اللي بعد the shop has not sizes ركز كده في الثلاث جمل اللي ورا بعض دول. الشوب has not sizes يبقى احجام ايه بقى. هو احنا قلنا vary يتنوع دي verb various متنوع وفرايتي تنوع amount يعني كميه. يبقى في بقى في احجام يتنوع ولا التنوع ولا متنوع. يبقى احجام متنوعه يبقى طبعا various اللي هي دي. يبقى دي verb دي adjective
خلاص. ودي طبعا نون عشان مش هنعيدهم تاني بقى اهو، لو عايز تاخد سكرين خد سكرين. فطبعا هتبقى يبقى فيرس. اللي بعده بيقول لك there are a wonderful not of، يبقى في not رائع، يبقى في بقى تنوع رائع. يعني ايه تنوع؟ variety بس اهو. خلاص. اللي بعده هنا students should not the places they study at او to concentrate the best and. طبعا هنا بيقول لك ايه؟ الطلاب لازم ينوعوا المكان او الاماكن اللي بيذاكروا فيها. يبقى should والمصدر، يبقى طبعا هتبقى يبقى very بس يا معلم. خلاص. قلنا raise يرفع، assist يقيم، progress يتقدم او تقدم. الكومباني هوبس ذات اتس نيو، الشركه بتتمنى ان ايه الجديد بتاعها يتباع كويس، فهتبقى طبعا المنتج. يعني منتج البرودكت. بروديوسنج يعني طبعا ليه بقى انتاجي او انتاج. برودكتيف لسه قلنا من شويه قلنا انتاجي. بروديوسر يعني الشخص منتج. طيب ذا كوست اوف ليفنج، تكلفه الحياه طبعا هاز انكريزد ارتفعت. انا عايز هنا ايه؟ حاجه عايده على الارتفاع مش عايده على الاسعار. يبقى هنا الاسعار ارتفعت بشكل ملحوظ، بشكل بارز بس significantly بس يا معلم. خلاص. اللي بعده هنا طبعا الكثير من الناس مش قادرين ان هم افورد يعني يتحمل نفقه، يتحمل نفقه. بريفلي يعني بشجاعه، اكسبنسيفلي يعني بشكل غالي، سلايتلي يعني بشكل طفيف. كلمه مهمه جدا سلايتلي دي. بعد كده بيقول لك هنا if you are product، لو انت شخص منتج you will not your goal، يبقى انت هتحقق هدفك بسهوله، يبقى achieve اهو. فيل يسقط، ميس يفقد، سكور طبعا يحرز هدف بس في ماتش في مباراه عشان الناس بتلخبط ما بينها وقلناها قبل كده، يبقى achieve. does doing more than one، هل عمل اكتر من نقط at the same time في نفس الوقت هيخليك طبعا it harder for you to concentrate، يبقى عمل اكتر من ايه بقى؟ من task اهو. خلاص. طيب يبقى دي طبعا task، المفروض دي كي. تمام. طب مستر ليه ما اخدش work؟ هقول لك لان كلمه work دي لا تعد uncountable، ومفيش حاجه اسمها one work. زي مثلا ايه؟ ينفع اقول لك one money؟ مش موجوده صح؟ يبقى دي غلط تماما. contribution يعني مساهمه طبعا ماشي، واتشيفمنت اللي هي ايه؟ انجاز. اللي بعد you should not change، اسمها make change بس على طول، اللي هو بيحدث اختلاف من غير ما نفكر بقى. طب بعد كده هنا بيقول لك the not in marriage among youth nowadays is due to، بيبقى طبعا بسبب الرايز of its costs، التكلفه العاليه بتاعت او الايه؟ الغلو يعني، او the rise ارتفاع التكاليف. this will lead to a lot of social problems، ده هيؤدي لمشاكل اجتماعيه. يبقى ليه بقى؟ انخفاض ولا زياده؟ يبقى انخفاض. يبقى يعني كلمه انخفاض ديكلاين. الانخفاض في الجواز اليومين دول بسبب التكلفه العاليه. تمام. بس كده. طب we should advise our children not to spend too much، طبعا spend بعديها مده وقلناها قبل كده على فكره. spend مده اي ان جي، يبقى طبعا playing بس اهو. spend مده اي ان جي. طب لو take object المده او البيريود اللي هي الفتره الزمنيه to المصدر تاني. spend مده اي ان جي، take مده to المصدر بس اللي هي to الانفينيتيف. الكيميست الصيدلي was too busy to know the symbols، طبعا كان ايه بقى؟ مشغول ان هو بيحلل. طب هنا divide لا بيقسم، يبقى طبعا analyze. dissolve دي يعني ايه؟ بيدوب. تمام. والسيرش بيبحث هتبقى دي. طيب اللي بعد طبعا بيحلل العينات samples يعني عينات. that the police asked، اللي البوليس طلبها. that طبعا so the investigators اللي هم المحققين were angry. خلاص. طيب بعد كده we all have not that we do every day، يبقى طبعا احنا عندنا ايه بقى؟ اللي احنا بنعملها كل يوم، يبقى احنا عندنا احنا يبقى طبعا هتبقى هنا habits اهو. العادات اللي بنعملها كل يوم يبقى دي اسمها عاده فرديه. we should احنا قلناها طبعا customs عاده مجتمع، habits عاده فرديه، meals وجبات، prizes طبعا اللي هي بقى الجوائز. طيب لازم نطور اهو we should develop the good ones، نطور الحلو منها ونتجنب الوحش منها. بعد كده بيقول لك there are some important، في important not that can be drawn from the result. طبعا هتبقى important ايه بقى؟ هتبقى هنا خلاص that can be drawn، يبقى في استنتاجات او خاتمه، يبقى conclusions بس يا معلم. خلاص. فهمت حاجه؟ يبقى important conclusion عشان that can drawn، يبقى قلنا من شويه draw conclusion from the results من النتائج بتاعه البحث. one of them is that we should reduce pollution، لازم نقلل التلوث. there was a not improvement in her school work she became better، طبعا هي اصبحت احسن دلوقتي، يبقى هي زي زمان؟ لا ده بتتحسن تدريجي اهو. يبقى طبعا مانوال يعني ايه؟ اللي هو طبعا يدوي. punctual يعني ملتزم او منضبط، punctual دي يعني ملتزم او منضبط. تمام اهو. نجيبها سيكا كده لسه برضو ده خلاص اهو. يبقى هنا ايه؟ يبقى طبعا هنا هتبقى تمام spiritual يعني روحاني، فهتبقى gradual يعني تدريجي.
تمام. طيب بيقول لك ال students should not on themselves، لازم على نفسهم when they study they should، يبقى لازم يبقى يعتمد على نفسهم. they should ask only advice، يطلبوا بس النصائح. يبقى يعتمد يعني طبعا depend on، بس اللي هي rely on واللي هي count on. extract يعني يستخلص او استخلاص. log يعني طبعا ممكن log into او log off اللي هو بيدخل وبيخرج، ولوج ممكن برضو قطعة شجر. affect يعني يؤثر وملهاش حرف جر اصلا. there are some important not that affect the production process we should study them all. يبقى هناك في عوامل او عناصر اللي بتأثر على الانتاج. يبقى هي factors دي يعني مصانع، factors مصانع هي دي، يبقى factors دي factors غلط، دي مصانع، دي عوامل عناصر. تبس نصائح طبعا دارز لسه قايلنا اللي هي المفكرات. طيب بعد كده بيقول لك اللي at schools في مدارس teacher should stimulate. stimulate يعني بيحفز their students by giving them pre-questions، يدوا لهم اسئله. خلاص اهو to طبعا هديكوا اسئله عشان تعمل ايه؟ تفكر. يبقى العصف الذهني يبقى brainstorm اهو ماشي. them طبعا thank يشكر believe طبعا يعتقد او يصدق positive ايجابي. اللي بعدها بيقول لك هنا in brainstorming في حالات العصف الذهني sessions students should talk، لازم يتكلموا about the process. اسمها pros and cons على طول بقى. اوعى تختار coins، لو عندي coins غلط، دي عمله يبقى دي غلط ماشي اهو. انا عايز يبقى اهو دي كده غلط، انا عايز cons اللي هي المميزات وعيوب. merits طبعا قلنا دي معناها اصلا مميزات، upside الاعلى، advantages مميزات برضو. بعد كده بيقول لك هنا the coach الكوتش not the players into two groups، يبقى عمل ايه؟ قسم اهو الفريقين لمجموعتين، يبقى طبعا divided اللي هو يقسم. شيرد يشارك، قط يقطع، هيت يضرب. بعد كده بيقول لك we should understand، لازم نفهم the not. انا ذا بعدها اسم، ذا لو بعدها كلمه واحده بس تبقى اسم. صحيح تحط بعدها بقى الصفه، لا صفه ولا ظرف. يعني لوجيكال دي منطقي، في حاجه اسمها المنطقي لا يبقى دي غلط. اللوجيكال غير منطقي طبعا غلط، هتبقى ايه بقى؟ لوجيك اللي هو المنطق بس ماشي. فهمت الفكره؟ بعد كده بيقول لك هنا بيقول لك هارد ورك ليدز تو على طول من غير ما افكر اللي هو يؤدي ايه ومش مكمل. تمام ليدز تو على طول. طب هنا سيرشت بولوشن، طبعا بولوشن اللي هو التلوث. اون ذا انترنت اي فاوند ا لوت اوف، انا لقيت الكثير من الاكتشافات. يعني ايه كلمه اكتشافات؟ قلنا فايندنجز اهو لسه من شويه اللي هي طبعا بتساوي ديسكفرز. فاوندنج يعني تاسيس، اكتبها عندك بالله عليك. فاوندنج تاسيس مش ايجاد، لا تاسيس. فاوند معناها وجد، لو ماضي تبقى وجد، لو مضارع تبقى يؤسس. فاونديشن يعني مؤسسه بس يا معلم. هي لها الكثير من الانواع. التجار شود وي لازم يشوفوا يحسبوا، يعني هنا وي معناها يحسب. البنفيتس الفوائد والدروباكس، يبقى طبعا المميزات طبعا العيوب يبقى دروباكس بس. هنا طبعا بينز اراء، اساس يقيم، لوجيك يعني منطق. بقى بتاعت اي منتج they sell اللي هم بيبيعوه تو بيبقى عشان يقدروا ان هم يستمروا في البيع، وطبعا it or shopping او التسويق بتاعه. السينونيم اوف ذا وورد ريزلت، قلنا ريزلت يعني نتيجه، طب هتساوي consequence بس. انا عندي طبعا في حاله كلمات اسمهم ايه؟ so therefore that's why consequently hence thus. خلاص. طب يعني ايه sequence؟ يعني سلسله وتسلسل. schedule يعني طبعا جدول او يجدول ماشي. طيب بعد كده بعدها السينونيم اوف ذا وورد طبعا قلنا يعني كلمه procrastinate اللي هو يسوف او يماطل. طب هنا طبعا spot قلنا put off اللي هو يؤجل او يماطل بس. طيب بعد كده عندي هنا طبعا education and health should be the، طبعا التعليم والصحه لازم يكونوا الاولويه، اكيد مش افضل options ولا emotions اللي هو الحركات، هتبقى ايه؟ priorities اللي هي الاولويات to the government الحكومه. they should be given a complete support، لازم يدوا لهم يبقى دعم كامل. evaluate ماشي، قيم الافكتس الاثار to decide تمام whether اهو يبقى whether، خلي بالك مش دي معناها سواء ان احنا هنستمر ولا لا، دي معناها الطقس. خلاص دي معناها سواء او لو، بتساوي اف واخدينها في يونت 12 تمام. طيب بعد كده بيقول لك هنا طبعا as I am cyclist انا بسوق عجله. I have bought new ear طبعا هتبقى يبقى plugs اللي هي سدادة الودن اهو ear plugs. اللي بعد كده I bought a smart TV. مهم قوي كلمه set طبعا بالاي معناها ايه بقى؟ تي في set. هو اصلا الثانيه زي الرابعه هي اصلا ماشي، المفروض تبقى واحده فيهم بالاي، فانا اقول لك لا خلاص، فهتبقى بالاي set بالاي. هنا معناها ايه بقى؟ يضع او يحدد. هنا معناها جهاز، يبقى set دي معناها جهاز. خلاص تي في set احفظها صم، يبقى هي الثانيه زي الرابعه اصلا. اللي بعد
بعد كده بيقول لك هنا ذا مينستر اللي هو وزير الصحه، تمام، not that standards اللي معايير at the governmental hospitals المستشفيات الحكوميه were developed اتطورت. يبقى ايه بقى؟ صرح. يعني ايه يصرح؟ يبقى stated اهو. deny anchor rely طبعا يعني يعتمد، وطبعا respected. خلاص كده. طيب exams aren't the only means of assessing a student's ability. السهم بتاع كلمة assess يعني يقيم. طب يعني ايه يقيم؟ evaluate لسه. neglect طبعا يهمل، ignore يهمل برضه، deny قلناها كتير قوي مش هقولها لك، خلاص يبقى دور عليها بقى. I asked my friends to come not to my house. يبقى to come طبعا قلنا come over. يعني ايه come over؟ اللي هو يبقى بيزور، come over اكيد، بس اهو اللي بعدها طبعا باقيين غلط. هنا بيقول لك we had a very ماشي productive meeting. هنا كلمة productive أنا عايز السهم بتاعها اللي هو إنتاجي. productive هتبقى إيه بقى؟ consuming مستهلك؟ لأ. inactive غير نشيط؟ لأ. lazy كسول؟ لأ. فهتبقى fruitful اللي هو يعني بقى مثمر. fruitful يعني مثمر، تمام؟ طيب هنا بيقول لك with طبعا further هنا funding اللي هو التمويل. funding يعني تمويل. الريسيرش البحث the search أو research team hope to be able to achieve تمنوا إن هم يوصلوا لإيه؟ مهم أوي break through. عارف يعني ايه بريك ثرو؟ يعني انجاز. بريك ثرو انجاز، وكلمه طبعا تعرفها. بريك ثرو اللي هو انجاز. خلاص. كود ساب ديفايس يعني جهاز. ريزون مش هقولها لك برضو، ابقى دور بقى. طيب اللي بعده the doctor decided to not my grandfather's surgery for a week for more tests. يبقى هيعمل ايه بقى؟ هو هيأجل بنفسه. يبقى هنا هيأجل مش هيماطل. هو الدكتور هيماطل؟ لا، مماطله دي يعني بيهرب يعني. لا، فهو ايه؟ هيأجل يبقى ديلي بس. خلاص يبقى فهمت الفكره، الفرق ما بين ايه؟ بروجراستينيت وديلي. فورورد يعني طبعا الامام، ديليت يعني ايه؟ مش هقولها لك برضو انت عارف. خلاص. طيب بعد كده قلنا mother always tells us not her while she's working in the kitchen. يبقى امي دايما بتقول لنا ان احنا ما نعملش ايه وهي في المطبخ؟ ما نقطعهاش. explain يشرح، corrupt يعني طبعا يفسد او فاسد، تمام. repeat يكرر هتبقى interrupt اللي هو يبقى يقاطع. interrupt يعني يقاطع. طب I was impressed by the not with which the new secretary types documents. طبعا هنا عايزين بقى نعرف احنا كنا مبهورين بالايه بتاعت اهو with which the new السكرتيره الجديده كانت بتعملها، تكتب بقى الدوكيومنتس. يبقى كنا مبهورين بالكفاءه. طب يعني ايه كفاءه؟ هتبقى efficiency بس. خلاص. طبعا analysis اللي هي التحليل، deficiency عدم الكفاءه، وطبعا operation برضو مش هقولها لك، بدور عليها انت. خلاص. بعد كده بيقول لك هنا your mobile phone can make you not so it's better to put it away. ان احنا نضعها في مكان، خلاص نضع الشيء في مكانه الصحيح while studying. يبقى يقول لك ايه؟ التليفون بتاعك كان ميك يو، هنا هتبقى التليفون بيعمل لك وانت بتذاكر بيشتتك. يبقى هل دي اول واحده انالايز اللي هو بيحلق فوكس بيركز، هي كونسنتريتد بيركز؟ لا، هتبقى يبقى distracted. خلاص اللي هو بيشتت، تمام، بيخليك مشتت. طب عشان تحقق نتائج كويسه we need to perform احنا محتاجين ان احنا perform نؤدي as a team rather than a group of، وليس ايه بقى؟ طبعا individuals. يعني individuals اللي هي الافراد، يبقى هنشتغل كتيم وليس افراد. طبعا enemies اعداد، customers اللي هم الزباين، وفانز اللي هم مشجعين او مراوح. طب النيرس not the patient a glass of ادت له كوبايه ليمون، يبقى ادت له ماشي، ادت له كوبايه ليمون، يبقى هتبقى يبقى handed. خلاص ماشي، كوبايه ليمون ماشي. and told him بقى to drink، وقالت له اشربها يا معلم. and try to calm down واهدى كده. مش delivered يعني بيوصل من مكان لمكان، يبقى طبعا جاي من delivery كنا عارفينها. warned يحذر، treated يعني اقولها لك ولا لا؟ طيب هقولها لك. يعالج او يعمل ده هبله قوي دي. طب the news announced طبعا هنا that the crash not in the death of 14 passengers. هنا بيقول لك ايه؟ الاخبار اعلنت، طبعا فاكر announce يعني خبر، اعلنت ان الكراش يبقى ادى او نتج عن او يؤدي الى، يبقى resulted in. طبعا واخدينها من شويه قلنا resulted in بتساوي lead to، بيجي وراهم فيرب اي ان جي او ايه او اسم. persuaded طبعا قلناها في الجرامر من شويه مش هقولها لك، يبقى ارجع بقى. reason طبعا اللي هي بيسبب او سبب، caused يعني يسبب برضه. she didn't mention the economy. طبعا كده the economy يعني ايه؟ economy اقتصاد. in her speech كلمه mention يعني ايه؟ mention يعني بيذكر، فهتبقى ايه بقى؟ طبعا هنا وعايز ايه؟ عايز similar يعني تشابه، فهتبقى refer to. خلاص اللي هو بيشير الى. ignore قلناها طبعا يتجاهل. leave وليد مش هقولهم لك، دور يا معلم. خلاص اصلا انت المفروض عارفهم يعني. طيب بعد كده بيقول لك هنا باي half past 7 الساعه 7:30 الكايرو مترو is jammed كان زحمه قوي باليوجوال. مين اللي بيركب بقى المترو وهم رايحين الشغل؟ قلناها من شويه. اكيد طبعا هنا
الكميوترز اللي هم المسافرين من اجل العمل. enemies الاعداء. opponents اللي هم الاخصام، تمام كده. scorers اللي هم محرزين. my father always says that not planning is important. طبعا هنا التخطيط بيكون مهم عشان تحقق نتائج كويسه. يبقى التخطيط يبقى اللي في البدايه، يبقى هتبقى طبعا forward اهو forward planning. طبعا backward يعني ايه اللي ورا، middle نص، وريستارت بعيد بدايه. I will repair انا هصلح ماشي my old bike as the new one will cost at least. انا حافظها كده. يعني ايه at least؟ على الاقل. at least at last يعني في الاخر. at all على الاطلاق، تمام. وبرايس مش معايا طبعا، برايس يعني سعر. طب the new architect هنا up with the ideas لسه من شويه، يبقى طبعا يبقى come up with new ideas اللي هو بيجيب افكار جديده. خلاص كده يبقى احنا الحمد لله خلصنا النهارده الفيديو النمبر 5. رقم نمبر 5 ايه؟ لا الفيديو نمبر 6، نمبر 6 اللي هو يبقى يونت 6. تمام. طيب انتوا بقى عدوا ورايا. الموضوع يعني الحمد لله لحد دلوقتي الدنيا جميله، بس يا جماعه بالله عليكم عشان ما تضيعش مجهودي اللي انا بتعب فيه وبحضر وبعمل عشان اطلع لك الفيديو بالمنظر ده. خلاص ظبط الحل الاول، لازم تحل الاول. لو انت عندك اي مشكله بقول لك تاني اهو ابعت لي، واستنى بقى فيديوهات الستوري عاملين حاجه كده باذن الله، يعني حاجه واو. تمام. والفيديو بتاع السكيلز. اشوفكم على خير باذن الله. ما تنساش بقى ايه، سوي السبسكرايب بقى اخوي، والشير الجميل والكلام اللي انت ايه عارفه او مش عارف اي حاجه بقى. ماشي، يلا سلام عليكم.